بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا حبايبي في الجزء الثاني من فيديو من عجائب تفسير الأحلام أو تأويل الأحلام. احنا كنا وقفنا لغاية المستشفى بتدل على الشفاء من الأمراض. نزولك من الجبل، لو شفت نفسك نازلة من جبل عالي، وده تأويله بيدل على زوال الهموم والغموم والمشاكل والفرج من الضيق. الفرج من الضيق. المفتاح تأويله في المنام حصولك على المال السريع. الفاكهة في المنام بتدل على رزق طيب وأكل حلال. رزق طيب وأكل حلال، يعني لو شفت نفسك بتاكلي أي نوع من أنواع الفاكهة، مش نوع معين يعني من الفاكهة، إنما أنت بتاكلي فاكهة، أي فاكهة، أي نوع من أنواع الفاكهة، وده بيدل على طيب الأكل أو طيب الأكل الحلال والرزق الواسع. الأذان في المنام، وده ليه تأويل، أكتر من تأويل. منه تأويل ليه أكثر من تأويل، زي ما قلنا إنه ممكن تزوري بيت الله الحرام. بيت الله الحرام، أو شيء تاني هيكون هيكون مش مستحب إن احنا نفسره أو نتكلم عنه. هنتكلم بعد كده في الجزء الثالث إن شاء الله بإذن الله عن تفسير رؤى النمل بكل أنواعه في المنام إن شاء الله. الجزء الثالث انتظرونا، وأنا مستنية منكم أي استفسارات أو أي تفسير لأحلام. هتكتب الحلم بتاعك في تعليق الفيديو، وأنا الفيديو اللي بعديه هرد عليكي أو هفسر لك الرؤية بتاعتك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.